الحمد لله ثم الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل العظيم. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله، خاتم الانبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره. فمن اتقاه وقاه، ومن لزم حدوده حفظه ورعاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأعطانا نعما كثيرة وآلاء عظيمة، فنعمه لا تعد ولا تحصى. وإن من هذه النعم جوارحك أيها الإنسان. هذه الجوارح إن استخدمناها بما يرضي الله سبحانه وتعالى فقد أدينا شكرها وكنا من المحسنين. جعلني الله وإياكم من المحسنين. أما إن استخدمناها في الذنوب والمعاصي فقد كفرنا تلك النعمة وخنا تلك الأمانة. وإن من هذه الجوارح جارحة الأذن ونعمة السمع. يقول الله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. واعلم يا عبد الله أن هذه النعمة، نعمة السمع وجارحة الأذن، أنت مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه الأذن أيها الأحبة يجب أن تسمع الخير، فأين الخير الذي يجب على هذه الأذن أن تسمعه؟ أولا كلام الله سبحانه وتعالى، ففيه الخير العظيم والأجر الكبير والنجاة في الدنيا وفي يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما الأمر الثاني فسماع مجالس الذكر، فالذكر طمأنينة للنفس وراحة
للقلب، كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما الأمر الثالث، وهو من الأمور التي فيها الخير العظيم والأجر الكبير، تعلم العلوم النافعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله وجه امرئ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا فعلت تلك الأمور كانت جارحة الأذن ونعمة السمع سببا في دخولك الجنان وبعدك عن النيران. وهناك أمور على العبد ألا يسمعها وألا يستمع إليها، لأنها أمور خطيرة وفيها الإثم الكبير. فإن من أولها سماع الكفر والاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أما الأمر الثاني، على الإنسان أن يحذره وأن يحذر مجالسه، فهي مجالس الغيبة والنميمة. يقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. مجالس الغيبة والنميمة مجالس إثم، وليس من يتكلم بالغيبة أو النميمة هو صاحب الإثم، بل من يجلس معه ويستمع إليه يأخذ إثما كما يأخذ الذي يتحدث بالغيبة والنميمة. كما أنك في مجالس الذكر والخير لك أجر من يتكلم بهذه المجالس، فكذلك مجالس الإثم لك إثم وعليك إثم كإثم الذي يتكلم بذلك الكلام. وهذا قول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: أن لا تظن أن من يتكلم بالإثم وبالغيبة والنميمة هو صاحب الإثم، بل من يجالسه ويستمع إليه له إثم كإثم. ولنعلم يا عباد الله أن اختيار الصديق الذي نجلس معه أمر هام جدا. فالصديق الصالح الذي تجلس معه إما أن تتعلم من علمه وأن يدلك على طريق الخير، أو أن تسمع على الأقل منه كلاما طيبا. أما جليس السوء، نسأل الله أن يبعد عنا وعنكم أصدقاء السوء. جليس السوء هذا الذي تجلس معه إما أن يأخذك إلى طريق السوء والحرام، وإما أن تسمع منه كلاما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، أما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. أود الربط بين أمرين أساسيين:
وهي جارحة الأذن واللسان. أنا عندما أسمع شيئا لا يرضي الله سبحانه وتعالى فعلي تغيير المنكر ولو بكلمة طيبة، لأن هذه الأمة خيريتها جاءت بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا يكون باليد لأصحاب السلطة ولمن له سلطان على من يفعل المنكر، فإن لم يستطع فبلسانه بكلمة طيبة، لأن الكلمة الطيبة والله يا إخوان قد تغير صاحب المنكر إلى رجل يصلي معك بالصف الأول. فإن لم يستطع فبقلبه، على الأقل يعني أن ينكر ذلك المنكر بقلبه، أنه ليس قادر يعني أن يغير بيده وليس قادر أن يتكلم بلسانه، ينكر ذلك بقلبه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل جوارحنا سببا في دخولنا الجنان وبعدنا عن النيران، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، التقوى خير وأقوى، وأجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الأكارم، فكما ترون أن السماء أمسكت والأرض أجدبت وقل المطر، وفي مثل هذه الظروف علينا أن نكثر من الاستغفار، وعلينا الإكثار من الصدقات، كما جاء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وعلينا برد الحقوق إلى أصحابها حتى يشملنا الله برحمته. اللهم عاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى والمغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل الذنوب والمعاصي. ولو أردنا ذكر أصحاب الحقوق لقلنا أهلنا المرابطين في غزة وفي فلسطين. هؤلاء عندما يأتيهم المطر من سيحميهم من هذا من ماء المطر؟ كيف سيحمون أنفسهم؟ الله سبحانه وتعالى ينزل الغيث، لكن علينا أيضا أن نؤمن هؤلاء حتى ينزل الله سبحانه وتعالى علينا الغيث ويرحمنا. إذا لم نرحم بعضنا بعضا ونأتي ونطلب الرحمة. اليوم لإخواننا المرابطين حق علينا،
وعلى كل دولة عربية مسلمة. اليوم أنا أقل ما أسميه اليوم بالصمت العربي عما يجري، ونحن نستبشر يا أخوان أن الله سبحانه وتعالى سيسقينا، وواثقين بالله أنه سيسقينا، لكن في المقابل علينا أن نتحرك لننجد هؤلاء من مياه الأمطار التي تغرق خيامهم وأطفالهم. اليوم أين الأمة العربية؟ أما آن لك الأوان يا أمة الإسلام أن تتحركي. وقلتها مرارا وتكرارا يا أخوان، العدو كل يوم يضرب دولة شكل وكأنه يقول للعالم العربي شو بده يطلعوا، شو بدكم تسووا. ضربوا غزة وها هم يضربوا لبنان، والله أعلم الدور على مين قادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرد أمة الإسلام إلى رشدها وإلى صوابها. أن كلنا يا إخوان سنسأل أمام الله، كل بقدر مسؤوليته، كل بقدر مسؤوليته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يسقينا الغيث وأن لا يجعلنا من القانطين، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فلم يزل قائلا تشريفا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب يا مولانا مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نستغفرك من الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا تحيي به البلاد وتغيث به العباد. اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا مغيث المستغيثين، يا ملاذ الخائفين، يا مجيب دعاء المضطرين. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أهلنا المرابطين في غزة وفي فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا ومغيثا. تخلى عنهم الجميع ولم يبقى إلا أنت لهم يا أرحم الراحمين، فارحمهم برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن ولاهم، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، يوما تقر به أعيننا. اللهم لا ترفع لهم في بلاد الإسلام راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم اللهم للعالمين آية. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عبدك عبد الله بن الحسين وفقه لما تحب وترضى، وولي عهد الأمين، وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم جنب بلدنا هذا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ورجال أمننا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا ورجال أمننا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم،
واستغفروه يغفر لكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.